السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفيد أنباء على موافقة الرئيس الجزائري على اقتراح الملك محمد السادس بمساعدته بطائرتين لإخماد النيران. وتقول هذه الأنباء المتداولة في انتظار التأكيد الرسمي أو النفي، تقول أن السلطات الجزائرية وافقت على مشاركة طائرتين مغربيتين من نوع 415 كنديار في إخماد الحرائق الجزائرية. وكان البلاغ للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أفادها أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لوزيري الداخلية وشؤون الخارجية من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة الحرائق الغابات التي تجتاح عديد من المناطق البلاد. وأوضح البلاغ بتعليمات من الملك محمد السادس تمت تعبئة طائرتين في إخماد الحرائق من طراز كنديار للمشاركة في إخماد الحرائق مجرد الحصول على الموافقة السلطات الجزائرية. اندلاع حريق مساء يوم الأحد في واحة النخيل أقا إجرن الواقع بنفوذ الثرابي لجماعة أقا إغان إقليم طاطا أتى على عشرات الأشجار النخيل وفق مصادر المحلية. وأفادت المصادر أن النيران اندلعت بشكل مفاجئ مساء يوم الأحد وحرقت عشرات الأشجار بالواحة، ولحسن الحظ لم تخلف أي خسائر بشرية، مضيفة أن الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية باشرت العملية الإخماد منذ إشعارها بالواقعة. الحمد لله نجحت السلطات المختصة في السيطرة على الحريق المندلع بالواحات أقا إكرن. حفظ الله ملكنا وبلادنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.